الابن ما يجازي امه وزنها ذهب على الاشياء اللي قدمت له اياه، ومو اي ام، هاي الام العراقيه العظيمه اللي عاشت بمراحل صعبه وبقت شامخه تقدم لابنائها ومستمره بعطائها ومستمره بكل الاشياء. حقيقه المشهد المؤلم بهذه هنا ماكو غرابه، كل انسان يريد يقدم الامه، لكن الغريب عندما تشوف شاب يرمي امه على مفترق الطرق ويخلي بيدها ظرف ورساله يقول لها هذه امه عنوان الزياره اللي راح تروحين به لاهلك، لان الامه ما تعرف تقرا، راد توصلها لابو التاكسي، خاف يشوفها مستطرق بالشارع حتى يدليها العنوان ويوصلها. كانت المفاجاه بان الام خطيها ما تعرف تقرا. الناس اخذوا الرساله حتى يوصلوها، مثل ما معروفين العراقيين عندهم شيمه وغيره ودائما يحبون يقدمون الانسانيه، وعد مره كبيره اخذوا الظرف كانت ردود افعالهم مو طبيعيه، شو يقولون؟ نوع من الحيره والقلق والعطف على هاي المرأة اللي ابنها ما كان عنده وفا وياها. كان العنوان اللي مكتوب هو دار المسنين، هيك جازاها. خلينا نشوف هاي الأم. يما ما تقرا لي هذا العنوان رحمة لوالديك؟ العفو. وليدي هنا ابن حبيبي وراح قال لي يما هذا عنوان اهلي، خذي تاكسي وروحي. هاي بالصدق اي هنا خطيه ذبحه وراح قال لي خذي تاكسي وروحي، هذا عنوان اهلك. والله هذا ابنك يقول لي تروح دار المسنين. يما يا دار مسنين؟ انا كاتب والله. شلون دار مسنين؟ عنوان اهلي هذا عود. هو قال لي دار ساوي والدتي الى دار المسنين ولك الاجر والثواب، يا ثواب هذا. يعني مو عنوان اهلي هذا؟ تريد تروحين دار المسنين هذا ابنك. ها والله العظيم هذا ما عرفتي تربيه. ليش ما ربيتيه؟ والله يما ربي تزوج هو، هاي سوالف النسوان. اي بالزواج. هاي سوالف النسوان. والله ما ادري هذا شخص. ما ادري هذا ابنك خابري. ما اعرف لا تليفون لا شيء. طلع الجوال ما اعرف. والله العظيم ما اعرف. ولد هالوقت ما اعرف. يما وليدي ما تقرا لي هذا العنوان؟ وليدي حبيبي هنا ذبني وقال لي هاي عنوان اهلك، روحي لهم، خذي تاكسي وروحي. ابني قال لي هاي عنوان اهلك، خذي وروحي. لا اله ابني ذبك منه؟ ايوه ليش لا وراح ذبني وراح. ابنك؟ اي لا اله الا الله. وين بيتها؟ هذا غير ابنك؟ بهدتي هذا. لا اله الا الله. ايش كاتب بيها هو؟ ها؟ اسمه يمه ما اعرف شو اقول. ما تعرف تقرا؟ لا والله ما اعرف اقرا، بس ما اقدر اقول لك اياه. ليش؟ ما ادري. ودش والله ما ها والله ما اعرف شو اقول لك. ما ادري والله. يعني العنوان مو واضح؟ مو واضح. وين العنوان؟ زين عندك قرايب؟ لا انا من اهل ديالي. لا اله الا الله والله مو واضح. ها؟ يعني منا بمكان منيح. اخذ تاكسي هيك التاكسي. ها؟ والله ما ادري. كان شرطه شنو يدلوني؟ ايوه هو على العنوان. لا عنوان، وهذا عنوان على العرض. منا التاكسيات مثلا يطلعن هيك شيء.
شحات قرايب انا لا والله لا والله يما ماكو احد. هو على هذا العنوان قال لي روحي. هذا عنوان اهل شغلي وروحي. بعيد هو بعيد؟ اي والله بعيد. يعني الدرب بعيد لو شنو؟ عنوان بعيد يوم. وين بعيد يما وين بعيد؟ يا والله يما بعيد. منا ماكو سيارات هيك يرحل عليكم؟ لا ماكو. ها؟ الله لا يوفقه هذا عنوان. والله. قال لي هاي عنوان اهلي تاخذيه وروحي. والله ما قال لي هذا عنوان اهلي تمنى حتى تاخذي هنا وطلع. اي وطلع. ما عندك رقم تليفونه؟ لا ما اعرف. شو يعني العنوان بعيد؟ رجاء ارسال والدتي الى دار المسنين. يما يا دار مسنين هذا عنوان اهلي. شلون دار مسنين؟ هو قال لي هذا عنوان اهلك. شلون دار مسنين؟ هو كاتب هيك. يعني مو عنوان اهلي هذا. شلون دار مسنين؟ جاب عنوان اهلي على المسنين مو بعيده. شلون دار مسنين؟ هو كاتب. والله وين تروح؟ ما ندل. وين تريدين تروحين؟ اي ما ندل. هو كتب لي العنوان وقال لي روحي. يعطيك العافيه رحم الله والديك. يعطيك العافيه رحم الله والديك. شلون عاد وين تريدين؟ والله يما ما ادري. ارسال والدتي الى دار المسنين ولك الاجر والثواب. هو شو عرفه بالاجر والثواب؟ اكو واحد يعرف الاجر والثواب يذب امه بالشارع. تابعنا من خلال هذا المشهد وردة فعل الناس على الأم اللي انتركت على مفترق الطرقات. أنت صارت تدج دمعة وأنت هم لا تدير وجهك. أدرى بكيت وتحسرت وقلت هاي الأم المفروض تكون أمي وأنا أساعدها. وكلش انتقدت وضع الابن اللي ما عجبكم ردة فعله بأن يجازي أمه يخليها بالشارع. لما تظهر على الشاشة دور المسنين كنا نحزن ونقلق ونتساءل ويا أرواحنا، زين ذولا أولادهم وين؟ وليش خلوهم بدور المسنين؟ وشنو اللي سوى لولدهم حتى يخلوهم بدار المسنين؟ لما هيك جازوهم هاي الأم والأب اللي ضحوا. أحد الآباء أيضاً ابنه انطاه نفس الوصية. هم الأب خطية لا يقرأ ولا يكتب وما يعرف شنو المنتظر وشنو المستقبل المجهول اللي راح ينتظره وين راح تكون نهايته. راح نتابع هذا الأب ردود أفعال الناس بعد ما استلموا بيد الورقة اللي خلاها ابنه حتى يوصل المكان آمن. قال له مشكور رحم الله والديك. خلينا نتابع. السلام عليكم عمو. ما تقرا لي هذا العنوان؟ ابني ذبني هنا وراح. وين دار المسنين؟ يا عمي يا دار مسنين، ابني ذبني هنا وراح. هذا بيت اهلي، عنوان اهلي. السلام عليكم عمو. بلا زحمه عليك، ما تقرا لي هذا العنوان؟ رحمه على اهلك. هذا ابني ذبني هنا وراح. ما انزل والله. رحمه على اهلك، ما تعرف تقرا؟ قول ما اعرف. عم السلام عليكم. بلا زحمه، تقرا لي هذا العنوان؟ ابني ذبني هنا وراح. يلا اي رقم تليفون شيء؟ ما عندي والله عمو، ما عندي لا تليفون. ابني ذبني هنا وراح. وين بيتكم؟ انا من الناصر بس بيت اهلي هنا وين ما ادري. تقرا لي العنوان؟ عندك تليفون شيء؟ ما عندي والله عمو، ما عندي. اي والله. يصير الله. يعني هو اصلا ما كان. انت تعرف تقرا؟ لا والله ما اعرف اقرا عمو، لو اعرف اقرا انا قريتها. يعني ما عندك هويه شيء؟ ما عندي.
جابني وذبني هنا. رقم تليفونه؟ ما عندي والله، ما اعرف كل شيء، ما اعرف وين كل شيء. اهلك؟ وين اهلك؟ اهلي بالناصريه. تمشي وياي للبيت ارتاح؟ رحم الله والديك. تمشي وياي للبيت بس اقرا لي هذا العنوان، انا اروح على العنوان. هذا رحم الله. العنوان، هذا عنوان يخصنا احنا، ما يخصك انت. يا هو يا عمو. هذا العنوان المكتوب هنا يخصك، يخصنا انا، ما يخصك انت. تعال امشي وياي للبيت. رحم الله والديك عمو، اذا ما تعرف تقرا اعطيني اياه. لا رحم الله والديك عمو. الله يوفقك. للبيت، امشي للبيت. الله يوفقك، رحم الله والديك امشي عمو. وياي للبيت وبعدين يصير خير. وين بالناصريه البيت؟ عمو قبال بالشطره. ايه عادي يا عمي، انا اوديك بالشاطره وين ما تبي. رحم الله والديك عمو، جزاك الله أنا خير. أوديك. عوفة. اذا ما تعرف تقرا عوفه. امشي وياي رحمه على اهلك، امشي مشكور. وياي الله يوفقك. امشي وياي البيت. من سيرتك الطيبه، هاي من سيرتك الله عليك. اصلك الطيب والله عمو. رحم الله والديك عمو، الله يوفقك عمو. السلام عليكم عمو. ما تقرا لي هذا العنوان؟ ذبني ابني هنا وراح، ما اندل هذا العنوان. بيت اهلي هذا. رجاء ارسال والدي لا تعرفون مسنين. عمي صدق كذي تجيب ما تعرف تقرا؟ شلون؟ لا عمي ما تعرف تقرا، هاي عنوان اهلي، ابني ذبني هنا وراح، هذا عنوان اهلي ابني. اي يا دار عمي ما تعرف تقرا انت. تعال يا ابي. وين يا ولد؟ الساعة ورخصك؟ تعرف تقرا مو؟ راضي بلاد خشمك. الرجاء ارسال والدي الى دار المسنين ولك الاجر والثواب. ما تعرف تقرا عمي؟ هذا بيت اهلي، عنوان اهلي عمي. ارسال والدي الى دار المسنين ولك الاجر والثواب. عمي هذا عنوان اهلي عمو. صدق كذي. ما تعرف تقرا، ما تعرف تقرا. لا عمو ما تعرف تقرا، ما تعرف تقرا عمو. حسبي الله. تجون انا حجي بخدمتك. الله عمو رحم الله وين والديك. بيتكم؟ انا من الناصريه جيت. بات يمنا. اشكرك رحم الله والديك، رحم الله والديك. مفتوح له. الله يحفظك عمي، الله يحفظك. بس راح ما ادري وين اختفى. قال لي هذا العنوان اعطيه للولد، هم يدلوك العنوان. شلون تعوفه؟ هو عافني عمي، هو عافني، مو انا عفته. عافى وراح حسن. تجون انا حجي. اشكرك عمو. يلا. والله اشكرك والله. دخلت وين روحاني؟ رحم الله والديك. وين راح ما أعرف. وين راح ما أعرف. من الناصريه عمي؟ ايه من الناصريه. بيتنا مفتوح لك. الله يوفقك عمي، الله يهني في شبابك، الله يوفقك عمي، الله يستر عليك. السلام عليكم عمي. ما تقرا لي هذا العنوان؟ ابني ذبني هنا وراح. كان قال لي اعطي اي واحد يقرا لك. هذا كاتب لك ايصال والدي الى اقرب دار مسنين ولكم الاجر والثواب. شلون؟ لا عنوان اهلي عمي هذا. عمي هذا العنوان. لا عنوان اهلي هذا، مو دار تقول عليه. الله يحفظك. ها عمي هو ذبني هنا ابني وقال لي هم يقروا لك. الله يحفظك. مشاهدينا تابعنا من خلال المشهدين، كانت الأم وكان الأب اللي جازوهم أولادهم بأن يشمروهم بالشارع ويخلون بيدهم الورقة اللي كانت نهايتها ملاذهم الآمن هو دار المسنين. تابعنا ردود أفعال. شكرا لكل دمعة نزلت، دمعة صادقة من تابعنا من خلال هذه المواقف الحقيقية اللي العراقيين احنا حقيقة ما متعودين عليها، لذلك تشوف دموعنا تنزل بسرعة. شكرا لحسن المتابعة من خلال برنامج رياكشن، دائما نلتقي وياكم على حب الوطن. في أمان الله.